السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير، يومكم سعادة وهنا بإذن الله. ايه رأيكم في الوصفة اللي تجنن دي؟ وصفة تحفة. وراك الفراخ المشوية على الجريل على البوتاجاز بدون فرن وبدون فحم. شايفين ما شاء الله تبارك الله، متماسكة وبتطلع من الطاسة او من الجريل بدون ما تتهري. حاجة كده روعة. النهارده الفيديو بتاعنا مميز جدا. هقول لكم على اسرار اللي بتخلي اللون زي ما انتم شايفين كده احمر يشهي، وهقول لكم على كمان التوابل اللي هي الخاصه بالفراخ، وهقول لكم على التوابل اللي بتليق اكتر في الشوي وبتديك الحمار واللون المناسب، وهقول لك كمان على ايه اللي بنحطه مع التتبيله بيسهل عمليه الهضم لما نيجي ناكل اي بروتين. خليكي معايا هتستفيدي من الفيديو جدا. بس قبل ما نبدا في المقادير وطريقه التحضير، عايزه اوريكي بس حاجه. شايفين الشوكه بتغرز والحاجه متماسكه؟ شايفين حاجه كده لوكس اللوكس ما شاء الله. لوز العنب شايفين ما شاء الله تبارك الله، مستويه من جوه مفيش دم. حبيت بس اوريكم مفيش دم خالص ومستويه واللون يشهي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. يلا يا حبايب قلبي. اول حاجه يا حبايب قلبي هنبدا نضيف التوابل والبهارات في بوله كبيره كده. هحط عصير الليمون، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه زيت، يا ريت يكون زيت زيتون بس لو مش موجود عادي. 3 معالق دبس رمان، معلقه كبيره توم مفروم ومهروس جامد، معلقه كبيره باربيكيو صوص بتدي طعم كويس جدا اثناء شوي الدجاج. عايزه اقول لكم يعني بتعلي التست جدا. لو مش موجوده عادي. معلقه صلصه طماطم عشان التحمير، عشان يعني تساعدني في لون التلوين يعني اثناء الشوي. اما البهارات هنا معايا معلقه كبيره كركم اصفر، بيدي لون جميل قوي قوي قوي، خاصه لما يتخلط مع الحاجات المكونات اللي انا لسه حطاها هنا ديت. معايا معلقه بابريكا مدخنه، وطالما حطيت كركم حبايب قلبي يبقى لازم ولازم ولازم فلفل اسود، عشان ماده البابرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين المضاده للاكسده ومضاده للالتهابات ومضاده لامراض كتيره جدا اللي داخل الكركم. تمام. معايا معلقه شطه بتبقى مجروشه اللي هي بيسموها جامايكا، معايا معلقه كبيره ملح علشان الفراخ كتير ما شاء الله، معايا نص معلقه قرفه باودر. هبدا احط البهارات حبيب قلبي وابدا اقلب التتبيله الروعه دي ما شاء الله تبارك الله، ريحتها تحفه. اهي يا حبايب قلبي بعد ما اتقلبت اهي ما شاء الله تبارك الله. نجيب بقى الفراخ ونقول عملنا فيها ايه. حضرتك انا عاملاها النهارده وراك. جبت الوراك. حضرتك هتعملي لها محلول نقع، ما تغسليهاش على الحوض عشان بكتيريا السالمونيلا وبكتيريا اللاستيريا. تمام. بتحطيها بتنقعها في محلول النقع حوالي ساعه. بيبقى عباره عن 3 لتر ونص ميه ونص كوبايه ملح ونص كوبايه سكر، ونقلبهم كويس قوي، ونحط بعض النكهات من التوابل او البهارات اللي احنا بنفضلها عشان يحصل تبادل بين الروايح اللي بين الانسجه وبعضها وبين التوابل اللي احنا هنحطها، والميه بقى بترتمي والتوابل برضو بترتمي. خلاص باخدها بقى وايه اجهز ليها التتبيله اللي انا جهزتها. دلوقتي بقى هبدا انزل بالتتبيله الروعه دي اللي انا لسه عاملاها قدامكم اهي. ابدا بقى بايدي كده ادلك، وزي ما انتم شايفين انا مشققه الوراك عشان حجمها ما شاء الله كبير، مشققاها علشان التتبيله تدخل فيها من جوه، وكمان يسهل تسويتها بسرعه
لان انا هسويها على الجريلا على البوتاجاز، ولا في الفرن ولا على الفحم. شايفين ما شاء الله تبارك الله. وابدا ادعك الفراخ كويس جدا. واهو يا حبايبي خليت كل الوراك متبلله كويس قوي ومتغطسه كويس قوي في التتبيله، وزي ما انتم شايفين من الداخل ومن الخارج. وما تنسوش تنضفوا الحته اللي هنا ديت، بيبقى فيها زي كلوه كده، دي بتبقى فيها من الاعلاف اللي بتاكلها الفراخ، بتفضل هنا يعني بتمتصها القطعه ديت، فبلاش تاكلوها ارجوكم يعني لانها مؤذيه. وعايزه اقول لكم انا حطيت زيت على التتبيله عشان تفتح لي انسجه الفراخ، عشان تجعل الانسجه ديت تمتص النكهات اللي انا حطاها. تمام يا حبايب قلبي. هتعملي ايه بقى في الفراخ؟ حاجه من الاتنين، يا اما تبيتيها ليله في التلاجة بالتتبيله الروعه ديت، بس تحط عليها بلاستيك فيلم عشان الروايح في التلاجة، لا اما تقعديها 4 ساعات على الاقل خالص عشان تشرب النكهات الجميله دي. والافضل ليله حتى تدي فرصه لانسجه الفراخ ان هي تفرز داخل الانسجه حمض اللاكتيك اسيد عشان تبقى طريه وجوسي وما تشدش معاكي وانت بتسويه. تمام حبايبي؟ يلا بقى بينا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. هنا يا حبايب قلبي انا سخنت الجريلا تسخين عميق، يعني اتون نار. ليه؟ عشان ابدا احط الوراك. هحطها من اليمه الهين اللي فيها الجلد. انا عايزه اسمع التشبيه. تشبيه معناها ان انا حافظت على العصاره بتاعه الوراك الداخليه اللي فيها الغذاء كله وفيها النكهات كلها. تمام؟ عشان ما تقدش العصاره الداخليه. تمام يا حبايب قلبي؟ هنا بقى هبدا اوطي النار. ليه؟ علشان كده انا استفدت ان هي اتصدمت فقفلت مسامها. الحاجه الثانيه بقى، عايزه الافاده الثانيه والاهم، ان انا لما اوطي النار هدي فرصه للانسجه الداخليه اللي هي تستوي وما يبقاش فيها دم داخلي. ودلوقتي يا حبايب قلبي هبدا اقلب الفراخ بعد ما خدت الصدمه. ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما لزقتش ازاي وانقلبت بسرعه؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله. الله 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 الله. الريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه. الباربيكيو صوص عامل شغله مع الوراك المشويه. شايفين؟ اهم شيء بتتقلب معايا بسرعه. شايفين يا حبايب قلبي؟ اهو. وهسيبها بقى تاخد تسويتها وارجع لكم. وهنا يا حبايب قلبي هبدا اطلع بقى. ما شاء الله تبارك الله. شايفين اللون؟ هو ده اللي انا عايزه اوصله. شايفين يا حبايب قلبي؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. شايفين؟ انا عايزه بس اوريكم. شايفين النساير ومفيش دم خالص. شايفين يا حبايب قلبي؟ عايزه اوريكم كله مستوي من جوه وجوسي بسبب الاسرار اللي انا قلتها لكم في اثناء الفيديو. اهي يا حبايب قلبي اتبعوا النصايح دي. وما شاء الله اللون يشهي جدا من بره زي ما انتم شايفين. اللون تحفه ومفيش اي اخطاء خالص حصلت فيها. يا رب اكون فدتكم وقلت لكم على اسرار الوراك المشويه. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.